الحقيقه شي مرات كتكون غرب من الخيال. بزاف الحوايج كيوقعوا في الحياه بشكل يومي ما كنقدروش نلقاو لهم شي تفسير، واخا نعياو ما نقلبوا ونحللوا في هذوك لي سيتوياسيون اللي تيوقعوا. وحده من بزاف ديال الامثله هي القصه ديال اليوم. تصور معايا تكون غادي في لوطوروت، حتى كتلاقى مع واحد 3 ديال الناس طايحين اون بان في الطريق، كتوقف باش تعاونهم، وهذيك هي اخر حاجه كتعقل عليها قبل ما تفيق وتلقى راسك في قبر في وسط الصحراء وما عندك ما تاكل ما تشرب وحتى حوايجك تا هما ما كاينينش. خليكم معنا. هاد السيد اللي غندويو عليه اليوم سميتو ريكي ماكي، هو استرالي، وملي كان كابر خدم في بزاف ديال الخدامي، منهم صياد، كان يصيد الحوت، كان كيبيع الزرابي، كان فيدور في واحد لابواط، كان خياط. المهم دارهم سبعة الصنايع والرزق ضايع كما كنقول. في 2006 ملي دار 35 عام جاتو واحد لوفر ديال الخدمه في الغرب ديال استراليا، جديده مختلفه على داكشي اللي خدم فيه كامل. كانت في شي ديبارتمون ديال الحكومه بحال الشكل ديال شي ولايه ولا شي مقاطعه. ريكي قبل هذا البوست حيت كان بالنسبه ليه احسن من كاع الخدامين اللي كان خدم قبل. المشكله كانت في انه فاش كان خصو يمشي لديك المدينه فين غيخدم، كان خصو يقطع واحد الصحراء اللي كبيره بزاف، وكان خصو يدوز من واحد الطريق سميتها بانتين هاي واي اللي كانت دايزه في وسط ديك الصحراء، وتماك ما كاين حتى شي مخلوق في وسط ديك الطريق كامل. ما كتلقاش لا مباني، ما كتلقى لا ستاسيون غاز، ما كتلقى حتى شي حاجه. يا هذيك ريكي ركب في الطوموبيل ديالو وشد الطريق، هو غادي كيبانوا ليه واحد 3 ديال الناس واقفين حدا الطوموبيل ديالهم وطالع من الدخان بحال الا طايحين اون بان، وما قدرش يدوز ويخليهم هكاك محنسرين. دونك وقف حداهم. اللي وقف سولو ما ودي واش كلشي هو هذا، كلشي هاني. جاو عنده قالوا ليه باللي راه سالا لهم ليسانس من الطوموبيل وما قدروش يعيطوا حتى شي واحد باش يجي يهزهم، واش ممكن يركبوا معاه ويديهم الاقرب من مدينه في الطريق ديالو وينزلهم تما. غادي يدبروا على شي واحد اللي غادي يجي باش على الاقل يديبانيهم باش ياخذوا الطوموبيل ديالهم ويرجعوا بحالاتهم. قال لهم ماشي مشكل تقدروا تطلعوا. دونك هي هذيك فين طلعوا معاه بداو كيشكروا فيه، شكرا توشيات اعتقتينا. وهذيك هي اخر حاجه كيعقل عليها ريكي. كيقول من بعد باللي شي واحد فيهم ربما دار لي شي مخدر في واحد بحال بيبسي كان حاط حدا البواطه فيتيس وكان كيشرب منها وكانت محلوله، مخليها محلوله تماك، وبوتيتر شي واحد دار فيها شي حاجه. داكشي علاش غيب وما بقى عاقل على حتى شي حاجه. من مورا هادشي كامل ريكي تيتفكر باللي فاق ما مربوط ما والو، غير هو فاق في وسط واحد بحال المخيم صغيور فيه دوك 3 ديال الناس اللي ركبوا معاه، كانوا مريحين فوق شي حجرات ومدور دايرين على واحد العافيه تيسخنوا بها حيت كان ديك الساعه بحال طاح الظلام. ملي ناض وقف كيبان ليه واحد فيهم جبد واحد البيستولي ونيش فيه. ريكي تخلع رجع 2 خطوات للور وبدا كيشوف في جنابو، ما فهم والو، كيلقى غير الصحراء ما كاين حتى شي حاجه من غير القفار. واحد اخر من هذوك 3 جاب ليه قرعه ديال الماء اللي ريكي خداها بلا ما يفكر وشرب منها داكشي اللي كان فيها كامل. فوق يشرب هذيك القرعه، هذيك عاوتاني اخر حاجه كيعقل عليها. كيظن عاوتاني باللي تا هذيك القرعه تا هي كانت فيها شي حاجه، وملي فاق كانوا موجدين وناويين انهم غيعطيو عليه باش يعاود يغيب. وهذاك الشيء اللي كان حيت من فوق شربه عاوتاني غيب. غير واحد المره ملي كيفيق كيلقى غير الكحوليه، كيحس بواحد الميكا كحله مدوره ليه على وجهه وما قادش يتحرك حيت كان مربوط. وزيد على هادشي كامل كان كيحس بشي حاجه كتنبش فوق منه. ابارامون سيري كي كان مدفون تحت الارض وكان مربوط ولواو ليه ميكا على وجهه، ميكا كحله باش يخنقوه. وهذاك الشيء اللي كان كيحس به كينبش فوق منه كان واحد من الكلاب البريه اللي كيكونوا في الصحراء، كان كيحاول ينبش في القبر ديال ريكي، كان كيسحب ليه واش مات، كان كيحاول ينبش تماك باش غادي ياكل ليه من الجثه ديالو. وداكشي اللي دار في الاخر نبش هذاك الارض وحل على ريكي من جهه الوجه ديالو، ولكن كيكتشف باللي ما ميتش. ريكي فاش شافو بدا كيحاول بما امكن انه يحل دوك الرباطات اللي كانوا رابطين ليه ايديه، وداكشي اللي دار وحيد الميك على وجهه وغوت هذاك الكلب وجرى عليه. سخريه القدر انه داك الكلب اللي كان ناوي ياكله كان هو السبب باش تعتق خونا وخرج من القبر ديالو اصلا. ريكي وقف خرج من القبر ديالو كيدور وجهه كيلقى باللي الطوموبيل ديالو ما كايناش، دوك 3 حتى هما ما ليهمش الاثار، وكيلقى راسو غير في وسط الصحراء وداو ليه كلشي حتى حوايجو داهم ليه سبرديجو داو عليه، خلاو فريمون عريان كامل وما اختخدوش العناء حتى باش يدفنوه مزيان حيت كانوا كيسحب لهم باللي راه غادي يموت في وسط القبر ديالو حيت عند بالهم راه غادي يتخنق. ريكي مورا هادشي كامل ما فهم حتى شي حاجه، اصلا ما عطات حتى شي سبب لهادوك باش يهاجموه، ما فهمش واش كانوا غير باغيين يشفروا ليه الطوموبيل، واش كانوا مستعدين انهم يقتلوه غير باش يشفروا ليه الطوموبيل.
الطوموبيل ما فهم فريمون حتى شي حاجه، حيتاش ما كانش ما فهمش شنو هو السبب. في وسط هادشي كامل كيبان ليه واحد الشجره تماك حداه حدا القبر ديالو، تحت منها واحد الظل مشى ريح حداه 3 ساعات وساعات، بقى تيخمم بشي طريقه كيفاش غادي يدير. وصلت عليه واحد الوقيته قرر انه الا كان غادي يعيش غادي خصو ينوض ويتحرك. وهادشي اللي دار، ناض وشد الطواله. غير هو المشكل ما عارفش فين غادي. 10 ايام وريكي تيدور في الصحراء بلا ما يلقى حتى شي واحد، بلا ما يشوف حتى شي حاجه غير الصحراء. تعرف 10 ايام هو تيدور حتى بانت ليه واحد البقعه صغيره بحال الا فيها الماء في الارض. ملي شافها ندور في راسو مزيان وقال في راسو باللي الا كنت غادي نعيش غالبا غادي تكون عندي فرصه اكثر الا بقيت على الاقل حدا هاد البركه هادي فيها الماء، يعني على الاقل ما غنموتش بلاطش. وهادشي اللي دار، ريح حدا ديك البقعه شرب منها مزيان ويبني حدا واحد بحال شيلتر، بحال واحد الملجأ صغير، وقرر انه يجلس حدا اون اتوندون تجي شي فكره اخرى وشوف شنو غادي يدير. حيت عارف راسو الا بقى غير غادي في وسط الصحراء بلا ما يدير حتى شي خطه غادي يموت اون فان كونت، سوا بالعطش سوا بالجوع. 17 يوم كدوز من مورا ملي كيخرج من القبر ديالو غيموت بالجوع. فهاديك اللحظه كتبان ليه واحد السحليه دايزه، ما عقلش على راسو حتى نقز عليها ويشرق ليها راسها بسنان بدا كياكل فيها. فهاديك اللحظه بالضبط خونا حل جميع الحواس البدائيه ديالو كانسان، وفجاه ما بقاش عنده مشكل انه ياكل اي حاجه كتحرك بانت ليه. وهادشي اللي دار سيمانات من مورا ديك اللحظه بالضبط. وخونا ولا عايش غير باي حاجه كتحرك بانت ليه كيتبعها تيهزها وتياكلها هكا كيما كانت، حنوشه عقارب جران جراد اي حاجه فريمون تخيلها كاينه في الصحراء كتبان لي كتحرك تيمشي كيقصدها وكياكلها خضراء هكا كيما هي. ولكن من بعد كيعاود كيقول باللي كلا بزاف ديال الحيوانات هكاك لدرجه انه ولا كيفضل بعض الانواع على انواع اخرين. مثلا كان كيفضل ياكل الجران حيتاش هو اللي مذاق ديالو شويه طبيعي قريب لاي حاجه كان كياكلها قبل. كان كيفضل حتى الحلوشه حيتاش حتى هما نفس الحاجه. وكان كيقول باللي داك الدود وداك الليتشيز وداك التخربيق كان من الاحسن تاكلهم بالزربه حيت سينون تيلصقوا لك فمك لداخل وما تيبغيوش يحيدوا. انا عارف هادشي ما هواش ولكن كان خصني نقول لكم. كان كياكل حتى النباتات وكان كياكل حتى الصبار اللي كيكون في الصحراء. المهم اي حاجه يجي بسم الله كما كنقول. المشكله هي انه هادشي كامل ولكن ما كانش كافي حيتاش اونتوكا كان خصو بروتين، كان خصو بزاف ديال الحوايج اللي ما كانش كيلقاهم في هذاك الشيء اللي كان كياكل في الصحراء. دونك سيمانات مورا ما دار هاد الطريقه ديال العيش كان عارف باللي واخا هكاك راه غادي يموت بالجوع وباللي كان خصو عاوتاني ينوض يتحرك الا كان باغي يعيش ولا يلقى شي واحد اللي يعشقو. وهادشي اللي دار واحد النهار ناض وقرر انه غادي يعاود يتحرك، ربما هاد المره يلقى شي واحد. دونك مشى تم غادي عاوتاني شاد الطواله ولكن هاد المره ما قدرش دير بصح حيت كان اصلا ضعف من المره الاولى. دونك 4 ايام ولا 5 ايام هو كيتجول في الصحراء ما قدرش. لقى عاوتاني واحد البركه ديال الماء ريح حدا، عاود بنا حدا واحد الملجأ صغير. غير هو المره كان متاكد بلي هذاك الملجأ غيولي هو الخبر الاخير ديالو. واللي زاد كفس المسائل هو انه في دوك الايام الاخيره ديالو دوك الكلاب بحال داك اللي كان في الاول وجا كان كينبش ليه في القبر ديالو ولاو كيجيو بقطعان كبار وتيبقاو يدوروا عليه في الليل بحال الا كانوا عارفين انه قريب يموت، بحال الا على الاقل كانوا عارفين انه ولا ضعيف وغادي يقدروا عليه. ولا كل ليله كيجيو كيبقاو يدوروا وفي الليالي الاخرين كاع ولاو كيجيو عنده حتى الملجأ ديالو تيبغيو يدخلوا عليه. كان كيكون ساد هذاك الباب مزيان دونك ما تيقدروش يدخلوا، ولكن عرف باللي قضيه حامضه وغير مساله وقت قبل ما شي نهار غادي يدخلوا عليه في الليل وغادي يفترسوا كما كنقولوا. في النهار 70 من مورا ريكي ما خرج من القبر صافي كان كيحس بالموت قربات وعرف باللي بقى ليه نهار ولا يومين وغادي يودع. ناض خرج من الملجأ ديالو وعلق واحد الصليب في الباب ديالو كونكوا على الاقل الا مات شي نهار داز شي واحد من تما يشوفو ويعرف باللي كاينه شي حاجه تماك وربما يقدروا ايدونتيفيو الجثه ديالو ويعلموا العائله ديالو. خونا فريمون فقد الامال وصافي كان كيتسنى غير الموت. هي ديك في النهار 71 خرج عاوتاني بالصباح كيقلب على ما ياكل في وسط الصحراء حتى كيبانوا ليه واحد 2 طوموبيلات جايين في الاتجاه ديالهم من البعيد وكانوا دايزين من تماك غير بالصدفه في وسط الصحراء وجايين في الاتجاه ديالو. فوا قربوا ليه مازال حتى ما عندوش جهد باش يشير ليهم ولا شي حاجه وهو يغيب وطاح. هذوك المزارعين اللي كانوا في دوك 2 اللي جيب من بعد كيقولوا باللي خونا ملي شافوه فريمون تخلعوا كيسحب ليهم واش شي حاجه ماشي طبيعيه حيت كان كيبان بحال شي هيكل عظمي مسركل في الصحراء جاي عندهم. هذوك المزارعين اون فان كونت هما اللي عشقوري كيخرجوه من ديك الصحراء وداو لواحد السبيطار. خونا ولات فيه تقريبا 43 كيلو. قبل ما يبدا هادشي كامل ريكي كانت فيه جايه ل 105 كيلو، يعني تقريبا
تقريبا مشات منه 62 حتى 63 كيلو في هذيك 70 يوم. حنا في الدارجه كنقولوا ملي كنتخلعوا كنقولوا طاح مني النص. خونا طاح منه 62 كيلو. مريك كيدوز 6 ايام في السبيطار، خرج هو هذاك ما فيه حتى شي مشكل. واخا بيان سور كان الوزن ديالو طايح بزاف، ولكن تعافى من بعد. دار واحد الريبورت مع البوليس على دوك الثلاثه اللي تلقاو ليه، ما عمرهم ما لقاوهم. وريك كتب واحد البيست سيلين بوك على هاد التجربه هادي، واحد الكتاب تشهر بزاف. ودابا راه خدام في كونستراكشنز، عنده شركه ديال البناء في دبي، وباقي عايش حتى لدابا. كما كنقول ديما، حتى شي واحد ما كيموت قبل من الاجل ديالو، ياك خونا في وسط الصحراء 70 يوم 71 يوم، وتدفن وتربط ولو عليميك على راسو باش يديروا جميع المحاولات باش يتاكدوا انه ميت وما مات مازال. الله مكتب لي انه عايش. دونك حتى واحد ماشي كيتيق بالوقت، واي واحد كيدار هذيك هي وقيته. هنايا كاين بزاف الدروس اللي تقدروا يتخاذوا من بجوج. هو الاول اللي يلاه قلت، والثاني هو انه الواحد ما خصوش يستسلم واخا يلقى راسو في شي وضعيه محرجه بزاف اللي جميع الاحتمالات ضدك. ما خاسر والو، درتي طوميو باش تخرج منها، وغالبا غتخرج. اول واحد ما خصوش يلاشي. هادشي اللي كاين. ما عجباتكم القصه خليو لايك، اللي عنده شي اقتراح يخليه في كومنت، واللي كيعجبو هاد التيب ديال الكونتوني يخلي سبسكرايب باش يبقاو يوصلوا كاع لي فيديو اللي كنحط. نشوفكم في فيديو